زي ما كانت أفكار ريتشارد فاغنر الموسيقية مثيرة للجدل، كمان أفكاره العامة والسياسية كانت مثيرة للجدل. فمن قبل ما يظهر هتلر بفترة طويلة كان فاغنر من أصحاب رؤية تفوق الجنس الآري، وكان شايف إن الألمان هم الأحق بقيادة أوروبا والعالم. كمان كان ليه آراء معادية للسامية ظهرت بشكل واضح في مقالته اليهودية في الموسيقى. بس برغم كل ده ما ظنش إن فاغنر نفسه كان متصور إن النازية لما تظهر هتستخدم أفكاره وموسيقته للترويج ليها. فبعد ظهور الحزب النازي في ألمانيا كشف هتلر بشكل واضح عن إعجابه الشديد بموسيقى فاغنر وأفكاره، لدرجة إن أوبرات فاغنر كانت بتشتغل في معسكرات الجنود الألمان عشان تحمسهم وتحفزهم. ومدينة بايرويت كانت مزار مهم جدا للنازية، لدرجة إن هتلر حضر مهرجان بايرويت بنفسه أكتر من مرة للاحتفال بأعمال وميراث فاغنر. وبسبب كده أوبرات وموسيقى فاغنر المختلفة كانت بتواجه رفض وانتقاد كبير في كل مكان في العالم خلال الفترة دي، وحتى بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بفترة مش قليلة.